السلام عليكم، بخير، كيف الحال؟ سنتحدث عن جنون مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي الألعاب الأولمبية، والتي حصدت فيها لاروخا المركز الأول محرزة الميدالية الذهبية. سجل الهدف الأول إنزو ميلوت في الدقيقة 10 لفرنسا، وبعدها ب7 دقائق عادل فيرمين لوبيز لإسبانيا، وبعد هذا الهدف ب7 دقائق عاد لوبيز ليسجل الهدف الثاني لصالح إسبانيا بريمونتادا في الشوط الأول، وعزز أليخاندرو بايينا هدف ثالث لإسبانيا في الدقيقة 27. ينتهي الشوط الأول ب3-1 لصالح إسبانيا. مطلع الشوط الثاني استمرت النتيجة على حالها إلى غاية الدقيقة 78، لينجح ماغليس في تسجيل الهدف الثاني لفرنسا، والهدف الثالث جاء في الدقيقة 98 عن طريق ركلة جزاء سجلها فيليب ماتيتا معدلا النتيجة لفرنسا. ليلعب الفريقين الأشواط الإضافية. في الشوط الإضافي الأول نجح سيرخيو كاميلو في تسجيل الهدف في الدقيقة 99 رافعا النتيجة إلى 4-3، ونجح كاميلو بتمريرة من حارس المرمى في هجوم مرتد في تسجيل الهدف الخامس لإسبانيا في الدقيقة 120. لينهي الحكم مباشرة بعدها المباراة، وتحرز إسبانيا الذهبية في الألعاب الأولمبية، وفي المركز الثاني فرنسا بالفضية، والمركز الثالث المغرب بالنحاسية.